اهلا وحكم اعزائي المشاهدين ومتابعين قناه جديد سبورتس في كل مكان واكونت كده 99. الريال ينهزم من برشلونه على ارضه في وسط جمهوره بهدف مقابل لا شيء. مباراه غريبه جدا، ولكن هقول لك في السريع ايه اللي حصل في المباراه. بدايه الريال كان بيلعب 4-3-3، المشكله اللي وقع فيها انشيلوتي وزيدان وقعوا فيها في الفخ الثاني مره بعد ماتش السوبر. لعب على اطرافه بشكل كبير جدا واخترقوا من العمق. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ان كانت اطراف انشيلوتي كانت طايره بشكل كبير. كان بيلعب في بدايه المباراه بدفاع متقدم، اتضرب لما رجع بدفاع متاخر تاني في بدايه المباراه. حصل لخبطه كبيره جدا بين السردباكات واللي جه منها الهدف بشكل كبير جدا، ده اكد كلامي. نخش على اللي بعديه. نادي الاهلي الفتره الجايه بيقولوا في كلام ان ممكن كولر ما يستمرش مع الفريق. هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه، لكن اتمنى استمرار الراجل لانه فنيا عالي جدا. وانا شرحت في الكلام ده في الحلقه اللي هتنزل لكم ان شاء الله على البيج باذن الله في القناه. نادي الزمالك هيلعب مع بيراميدز، هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه والماتش ايه اللي هيحصل. الزمالك هيكمل نفس الريتم ولا هيرجع للاسود؟ سلام.